من كام يوم كده شفت أو يعني قريت إنه رضا عبد العال الناقد والإعلامي الرياضي المتين قال إن مصطفى محمد مهاجم مصر، مهاجم الزمالك السابق، مهاجم نانت الفرنسي، إنه ما بيعرفش يلعب، واقف مش عارف إيه بظهره إيه وما بيقفش إيه ولسه برضو بنقول ان دي فرقعات اعلامية ليس لها هدف غير ان الاذاعة تخليه قاعد في الكرسي في البرنامج. يعني هو لو انت مسكته بره وقفشته بره من غير البدلة الجديدة دي والكرافتة اللي هي اللي هو لابسها، هيقول لك مصطفى محمد ده من اخطر المهاجمين وخليفة عمرو زكي وعلي محسن والحاجات دي كلها. صح؟